ببساطة طول ما احنا ماشيين تبع نادي الاهلي شويه ونادي الزمالك شويه وعشان نرضي محمود الخطيب وعشان خايفين من مرتضى منصور، عمر ما حال الكره هينصلح في مصر. والنهارده اللي بيحصل في الكره المصريه، وانها بقت ماده للسخريه في الوطن العربي كله، في ظل ما احنا بنشوف ان السعوديه بتنظم مباريات كبيره جدا، وقطر نظمت كاس العالم، واحنا هنا مش عارفين ننظم بطوله الدوري ومش عارفين ننظم سوبر. فانا مش عارف احنا هنفضل ننزل لغايه اكتر من كده ايه. الكره المصريه بتنهار بعد ما كنا احنا آه نمرة واحد في الوطن العربي في الكورة. لكن دلوقتي احنا حرفيا اقل الدول للوطن العربي في الكورة، وعلى المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الفني وعلى حتى المستوى الانضباطي مفيش اي قواعد او اي لوائح بتحكم الكورة المصرية. انا مش شايف ان في اي حد بيطلع يتكلم بيتعاقب، لان انا هقول لك الموضوع ببساطة شديدة جدا. مع اول غلطة كانت حصلت كان في رد فعل عنيف من المسؤولين، ما كناش وصلنا للمرحله دي. انا هتقول لي مثلا ايه الحلول؟ طيب هقول لك الحلول ان الموضوع يتغير من جذوره. اي مسؤول اخطا او اي مسؤول فاسد يتحاسب ويتشال عشان نعرف نوصل لبر الامان بالكره المصريه. لكن بالمنظر ده احنا هنشوف ان احنا بننهار اكتر واكتر.